ازيكم؟ عارفين لما حد يقول على حد ده عنده مايند سيت كويسه او عنده عقليه كويسه، ده المينتاليتي بتاعته كويسه. وعارفين برضو نوعيه الناس اللي بيجي لها جوب اوفرز معينه بسالاريز ممكن تكون عاليه وبيرفضوها علشان خاطر التخصص ده او الفيلد ده مش مناسب بالنسبه لهم. في الفيديو ده هنتكلم على اهم جزء واول جزء في مرحله الكارير كوتش، وهو السيلف ريفلكشن. سواء كنت جاي من فيديوهات تانية او اول مره تسمع الفيديو، النهارده هنتكلم على السيلف ريفلكشن وازاي لما تعرف نفسك اكتر عن طريق السيلف ريفلكشن هتعرف تختار قرارات مناسبه ليك، وهتكون متمسك بقراراتك عشان خاطر عارف ان هي مناسبه ليك وعشان خاطر عارف ان هي صح بالنسبه لك انت. خليكم معايا. هلا بالشباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اولا في اول الفيديو حابب اشكركم. انا من اول ما فتحت الانسايتس بتاع الفيديو بتاع الانترودكشن وانا حابب اقابل كل واحد فيكم ان بيرسون واشكره على كم الانسايتس اللي انا شفتها، كم انتر اكشنز وكم كومنتس. بجد اتبسطت بكل واحد فيكم. وبالمناسبه دي جهزت لكم حلقه وكونتنت من اهم الحاجات اللي انت هتحتاجها في حياتك، سواء في المرحله بتاعه الدراسه او في مرحله الكارير او في حياتك العامه عامه. وانا واثق ان حلقه النهارده هتغير فيك بنسبه 100% ان شاء الله، ولكن محتاج منك ورقه وقلم واي مشروب انت بتحبه، ويلا بينا. جهزت الحاجه؟ اوكي، خلينا نبدا. النهارده الفيديو هيكون فيه 8 سيكشنز. اول 5 سيكشنز هيكون فيهم الاسئله بتاعت السيلف ريفليكشن. السيكشن رقم 6 بيقول لك انت مين، وده يعتبر اهم جزء في الفيديو. السيكشن رقم 7 هيقول لك ماذا بعد السيلف ريفليكشن. والسيكشن رقم 8 هيكون عبايز ادفايس او نصيحه عبايه ليك في اخر الفيديو. ويلا بينا ناخد رحله جوه نفسنا لاول مره. خلينا الاول، ايه هو السيلف ريفليكشن ده ويعني ايه سيلف ريفليكشن؟ السيلف ريفليكشن عباره عن عمليه لتقييم وتحليل والتفكير في افكارك ومشاعرك وسلوكيات. بنرجع فيها خطوه لورا عشان خاطر نفهم نفسنا اكتر، ونفهم ايه الدوافع ورا السلوك بتاعنا، ونفهم برضو ايه الدوافع اللي ورا القرارات بتاعتنا. وده هيساعدك تعرف نفسك اكتر وتاخد قرارات احسن في المستقبل وتكون مناسبه ليك ومناسبه لطموحاتك ومناسبه لاهتماماتك ومناسبه لحياتك. وده يعتبر قمه النجاح. واول سيكشن هنتكلم عليه هو القيم الشخصيه، البيرسونال فاليوز. وهنا هنسال نفسنا سؤالين، كل سؤال فيهم مع سؤال تاني، كل سؤال بيجر سؤال وراه. السؤال الاول، ايه اهم 3 قيم في حياتك وازاي القيم دي بتاثر على قراراتك؟ وتاني سؤال، ايه هو اكتر وقت انت كنت مبسوط فيه وعلاقه الوقت اللي انت كنت مبسوط فيه او الحاجه اللي انت بتعملها كنت مبسوط بيها دي بالقرارات بتاعتك والقيم بتاعتك. وفي السؤالين دولت انت محتاج تجاوب على نفسك صح ومحتاج تجاوب على نفسك بتركيز، علشان خاطر السؤالين دول هيعرفوك نفسك اكتر وهيعرفوك ايه الحاجات اللي انت مهتم بيها والحاجات اللي انت مش مهتم بيها. وهنا هنبدا نركن حاجات على جنب ونفضل حاجات عن حاجات. تاني سيكشن هيكون اكتشاف العاطفه والاهتمامات، exploring passion and interests. عارفين الكلام عن الشغف وتابع شغفك والكلام اللي هو ممكن يكون بالنسبه لبعض الناس هلامي شويه. هنا السؤالين دولت هيعرفوك على نفسك اكتر في الحته دي. وبالنسبه لي انا رايي في موضوع الشغف ورايي في موضوع الحاجات اللي بتحركك وكده، انا بفضل الشغل اللي انا اقدر اشتغل فيه وقت طويل من غير ملل ومن غير زهق. ده بيكون يعتبر او نقدر نسميه ده الباشن بتاعي او ده الحاجه اللي انا بحبها. والسؤالين بيقولوا لو الوقت بالنسبه لك مش عائق ولو الفلوس برضو بالنسبه لك مش عائق، ايه الحاجات اللي انت هتعملها على طول بدون ملل؟ وتاني سؤال بيقول ايه الوقت اللي انت حسيت بيه بالاثاره او العاطفه وكنت بتعمل ايه وليه اللي انت بتعمله ده خلاك سعيد؟ تالت سيكشن معانا وهيكون معرفه نقاط القوه والضعف، assessing strengths and weaknesses. وهنا نعرف نقاط القوه بتاعتنا وايه الحاجات اللي احنا محتاجين نطور فيها شويه في شخصيتنا. ومعانا في السكشن ده 3 اسئله. اولهم، ايه هي الحاجات اللي الناس لاحظوا فيها ان انت شاطر وقالوا لك ان انت شاطر وساعات انت كمان بتلاحظ ان انت شاطر فيه؟ تاني سؤال، ايه المهارات اللي اثرت على حياتك الشخصيه والعمليه؟ ثالث سؤال والاخير، ايه المهارات اللي انت محتاج فيها تطوير او محتاج تدوس عليها شويه عشان خاطر تتطور؟ رابع سكشن هيكون بيتكلم عن معرفه الدافع بتاعك، understanding motivation. وهنا هنعرف ايه اللي ممكن تستخدمه علشان خاطر يرجعك ويفكرك تاني باللي انت بداته عشان تفضل تكمل. اول سؤال معانا، فكر في اهدافك او فكر في اي قائمه اهداف انت كتبتها ل 2023 او ل 2022، وفكر هل الاهداف دي متناسبه مع ال3 قيم اللي انت كتبتهم فوق؟ وهل الاهداف دي اصلا اهدافك انت ولا اهداف صاحبك ولا اهداف ابن خالتك؟ هل هي فعلا مظبوطه على ال3 قيم اللي احنا اتكلمنا عنهم فوق، ولا هل هي متاثره بحاجه تانية بره زي زن حد عليك معين او ابن خالتك عملها؟ انا بتكلم على ابن خالتك لان هو فعلا ليه تاثير علينا كلنا، احنا لا نخلو من هذا النموذج، ولكن احنا فعلا محتاجين نفهم هل احنا مختارينها لينا احنا ولا مختارين حاجه حد تاني لينا علشان خاطر هو اختارها او علشان خاطر اتزن علينا من حد عشان خاطر نعملها. او مين عارف، ممكن يكون حد ناجح في المجال ده وانت اعجبت بشخصيته وبتعمل ميرورنج من غير ما تعرف. ورقم 5 هيكون نموك وتطورك الخارجي، your external personal growth. وهنا هيتكلم عن ازاي المنظوره بتاعتك اتطورت، ازاي التجارب بتاعتك اللي قبل كده، ازاي معتقداتك اتطورت، وهل في تجارب ادت للتطور ده. محتاج برضو تفكر في خطأ عملته او حاجه انت ما نجحتش فيها وازاي استفدت من التجربه دي، وازاي برضو ده ساهم في نموك الشخصي. عارف في حاجات كده انت جربتها وقلت لا انا مش محتاج اعملها تاني عشان خاطر هي بقت كذا كذا كذا، ده بقى معتقد عندك راسخ انك مش هينفع تجرب ده تاني لانه خلاص ما بقاش صح وما بقاش مناسب بالنسبه لك.
هو هنا بيتكلم عن الحته دي. ودلوقتي هنتكلم على سيكشن نمبر 6 وهو انت مين؟ Who are you؟ وهنا محتاج اشارككم كوت مهم جدا، والكوت بيقول Your life is a reflection of your thoughts. If you change your thinking you will change your life. لازم نفهم يا شباب ايه هو اصلا السلوك بتاعنا، بيجي السلوك منين يعني؟ السلوك بتاعنا بيجي اولا من الافكار، افكارنا اللي احنا مقتنعين بيها، اللي احنا خدناها من واحنا صغيرين او خدناها عن نفسنا او خدناها عن العالم حوالينا. الافكار دي بتترجم لمشاعر، بعدين المشاعر دي بتترجم لسلوك، والسلوك بيدي نتيجه، والنتيجه دي بتاكد لك الفكره اللي في دماغك. فبالتالي لو غيرت الفكره بتاعتك هتغير مشاعرك، هتغير سلوكك، النتيجه هتتغير. هو يبان كلام تنميه بشريه شويه، بس صدقني هو مش كلام تنميه بشريه خالص، وهنفتح الكتب مع بعض وهنفتح المصادر وهنشوف. علشان كده اغلب الكتب اللي في مجال السيلف ديفلوبمنت بتتكلم عن تغيير الافكار بتاعتك، ازاي تعمل يعتبر ضبط مصنع للافكار اللي عندك علشان خاطر تعرف تستقبل صح. وفي كمان مبدا النضاره، انت ممكن تكون لابس نضاره حد تاني، لابس نضاره باباك، لابس نضاره مامتك، لابس نضاره المجتمع اللي حواليك وانت ما انتش عارف، وبتعمل الحاجات دي بتجيب لك مردود معين وانت ما انتش حابب المردود ده، وبتقول ان المردود ده ضد قناعاتي وضد افكاري، ولكن للاسف انت لابس نضاره حد تاني بتشوف بيها الدنيا، مش لابس نضارتك انت. وهنا هتلاقي واحد بيقول لك انا عمري ما فكرت في حاجه وطلعت غلط، انا عمري ما توقعت حاجه والحاجه دي طلعت غلط. قول له برافو عليك، انت بس اللي بتاكد ده لنفسك. انت عندك فكره، والفكره بتولد عندك مشاعر، والمشاعر عندك بتولد السلوك، والسلوك اكيد بيعمل نتيجه، والنتيجه دي بتاكد لك الفكره اللي في دماغك. انت اللي عامل كده مع نفسك، اما ده صح او غلط يختلف، وده طبيعي يحصل على فكره، ده عقل حضرتك هو اللي بيعمل فيك كده. فالبوينت هنا انك كل ما فهمت نفسك اكتر، كل ما وعيك بنفسك زاد، وكل ما بقيت عارف هتعمل ايه وما تعملش ايه، ايه اللي مفيد بالنسبه لك وايه اللي مش مفيد بالنسبه لك. ومن هنا هتبني المايند سيت الخاصه بيك، وهتبني المينتاليتي الخاصه بيك، اللي ساعتها هتقول لا انا رافض ده ومش رافض ده، انا حابب ده ومش حابب ده. سيكشن نمبر 7 بقى هنتكلم عن ماذا بعد السيلف ريفليكشن. لما انت تعمل سيلف ريفليكشن لنفسك هتلاقي نفسك بتحكم على نفسك، هتلاقي نفسك بتنقد نفسك، او بتتكلم مع نفسك بشكل سلبي، او بتقارن نفسك بحد. فانا منبهك للاربع نقط دولت عشان خاطر ما تقعش فيه. ومهم قوي بعد ما اكتشفنا الاخطاء اللي احنا عملناها، او بعد ما اكتشفنا حاجات غلط احنا عملناها واحنا صغيرين، او في قرارات غلط احنا خدناها واثرت علينا، مهم قوي نرحم نفسنا، ومهم قوي ما نضغطش على نفسنا في الحاجات دي، وتفهم انك لسه بتتعلم ولسه في كورة تطوير. هنيجي بقى للسكشن الاخير وهو نصيحة عبيز advice which is the most important section in the video. انا عايز اقول لك ان انت الوحيد اللي هتهتم بنفسك، انت الوحيد اللي هتعالج نفسك من السلوكيات الغلط اللي بتعملها، انت الوحيد اللي هتتحمل مسؤوليه نفسك في قراراتك وفي حياتك بعدين، مفيش حد هيعمل ده بدالك. انت برضو اللي هتتحكم انك تخلي مشاعرك ما تاثرش على قراراتك، انك تفصل ما بين مشاعرك وقراراتك. خلي افكارك دايما نظيفه وتاكد منها اول باول، انك تعمل السيلف ريفليكشن على طول بشكل دوري فعلا، لان مفيش حد هيعمل ده مكانك. مهم قوي تعرف اللي بيدور في دماغك، مهم قوي تعرف لو انا عملت حاجه غريبه مش شخصيتي، اعرف ايه اللي ضايقني، ايه اللي اثر عليا، طب انا خدت القرار ده ليه دلوقتي، طب انا عملت كده ليه في الوقت ده. محتاج تعرف نفسك كويس قوي قوي، لان محدش هينقذك من قرار غلط انت عملته. لو حد عمل كده مره مش هيعمل كده تاني مره. محتاج برضو تعرف دوافعك، وايه اللي بيخليك نشيط، وايه اللي بيحبطك، وايه اللي يخليك تبعد عن الطريق. محتاج تفهم نفسك كويس قوي قوي في المرحله دي. ولو انت وصلت لحته انك بتسال نفسك انا ايه اللي حصل، ايه اللي اثر على قراراتي، ايه اللي خلاني اخد القرار ده، احب ابشرك انك بقى عندك مايند سيت كويسه، بقى عندك اناليتيكال ثينكينج، قادر تقول انا ليه عملت ده وليه عملت ده كان غلط، ده ما كانش المفروض اعمله، او سيبك من كلمه المفروض دلوقتي. انا حابب ابشرك انك لو وصلت للحته دي في الفيديو وطبقت كل الكلام ده بعدين وكتبتهم مع نفسك وقعدت كده مع نفسك فصصت كل اللي بيحصل جوه دماغك، احب ابشرك انك كده بقى عندك مايند سيت جديده، وبقى عندك طريقه للتفكير، وبقى عندك طريقه تديتكت بيها اي حاجه ممكن تحصل غلط في دماغك وتاثر على قراراتك بعدين في المستقبل. وبشكرك جدا انك كملت الفيديو للمرحله دي، واوعدك انك بعد ما تنفذ كل الكلام ده هتلاقي تغيير ملحوظ في حياتك. وفي اخر الحلقه احب اقول لك ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجديده. ولو عجبكم الحلقه دي اكتب لي تحت في الكومنتس احنا عايزين نعرف فيديو عن انواع الشخصيات. في تيست اسمه MBTI، التيست ده بيعرفنا شخصيتنا عامله ايه، وايه مناسب ليها وايه اللي مش مناسب ليها. بعض النظريات بتقول ان هو اكيوريت، وبعض النظريات بتقول لا، بس مهم برضو ان احنا نعرفه. اكتبوا لي تحت في الكومنتس، هكون سعيد جدا جدا بمشاركتكم. ولو حد عنده اي سؤال، حد عنده اي استفسار عن حاجه معينه من اللي احنا قلناها في الحلقه، يا ريت يكتب لي تحت في الكومنتس. باي باي.